قبل عدة سنوات لم يكن في الأردن سوى عدد قليل من المقاهي المنتشرة هنا وهناك في مناطق عمان الغربية، والتي تقدم الأرجيلة كشيء أساسي بالإضافة إلى المشروبات والوجبات الخفيفة. والآن أصبحنا نرى عدد المقاهي في عمان ازداد أضعاف، وأكثر رواد هذه المقاهي هم الشباب، يتخذون من هذه الأماكن ملاذا يتسامرون فيه بعد الإفطار من دون أن ينفك خرطوم الأرجيلة من أيديهم أو زفير دخان يخرج لكل اتجاه دون هدى. أول مرة ما كنت حابة أرجل، كنت بخاف على صحتي، بس هلا يعني شفت الأرجيلة حلوة فقلت لحالي لازم أرجل. بحس متعة كتير حلوة، وخاصة وقت بتضايق برجل على طول، بس ما بدخن دخان عادي. نحن فطرنا وجينا على طول لهون نأرجل. فيها مش متعة اللي هي، بس لما تحكي راحة نفسية بتصير، إذا فيك جواك شيء بتطلعوا فيها يعني. لا دخان لا، بس أرجيلة. برمضان طبعا بعد الفطور شيء أكيد لابد منه، ويوميا تعتبر. نشوف دخان يطلع هواية، أحس القهر كله طلع وياها. بس يعني مجرد يعني لأنه طعمها طيب، وإحنا يعني مدخن متعود دخان، فموضوع بس يعني ريلاكس يعني. يعني الناس بيستسهلوا احسن من التدخين، يعني ان التدخين يكون في جيبه باكيت دخان هيشرب دخان 24 ساعه، انما الارجيله بياخذ ارجيله ويمشي يخف من الدخان يعني. ومش بننصح الناس انها تدخن ولا حاجه، التدخين طبعا ضرب الصحه طبعا، الناس عارفه كده طبعا، بس التدخين الارجيله تعتبر اهون بلا بسبب اي شيء ضارب بالصحه يعني. والله انا اول مره ارجلت فيها قبل سنه، انه هيك كنا قاعدين بسهرة بنات وحد جبتني فرحت اشتريت بدل الأرجيلة 5، كل يوم بأرجل. بس كتير انه بتعمل وجع بالحلق والمعدة. والأرجيلة ظهرت في المنطقة العربية في عهد العثمانيين، وبعد انتهاء حكمهم تقلص تدخينها، لكن خلال السنوات العشر الأواخر ازداد تداولها بين الناس، وخاصة فئة الشباب. ورغم اتفاق كل الذين يدخنون الأرجيلة على مضارها، إلا أنهم معتبرين تلك المضار ضريبة للمتعة. والله زي ما انت شايف بنصوم بنفطر الأرجيلة، ايش مجال؟ والله انا مش برمضان يعني ظهريات وزي هيك المغربيات. بعد الصيام نطلع بنسهر مع بعض، ندخن، نتسلى مع بعض، نرجل. الجو والله جو رمضاني هيك، ومتأنسين بالموجودين يعني والعيال، وحبيت اغير، بديش ادخن بس حبيت اشرب ارجيله. انا علاقتي مع الارجيله علاقه يعني لا يعلى عليها، هذا واحد، لاني كل يوم اتعامل مع الارجيله، واذا في يوم ما ارجلت بصيبني وجع راس، في مشكله عندي بتكون اصلا. يعني هي اول طلعه بطلعها يعني في رمضان، اوكي يعني جربت الارجيله هون كويس، بس الارجيله اللي بتحضرها المدام احسن، هي كان يولى القهوه. بواسي جوزي فيها يعني، هي رغبته انه بحب انه انا ارجل معه، ولا انا بطبيعتي ما بحب الارجيله يعني، فبشاركه يعني. انا ريحه الدخان ما بحبها كثير، ما بحبها، فمع الأرجيلة ها شوي في ريحة طيبة، مع إنها مؤذية أكثر من الدخان، بس خلص الواحد شو بده يعمل. كتير بتضر بالصحة، بس أنا تعودت على الدخنة وعلى طعم الأرجيلة طيبة. أحبها كلش. إذا شفت فيها راح تأثر علي لقدام ما بتلزمني. أرجلوا بس مو كتير يعني عشان صحتهم. شكرا كتير. هاي أول مرة من سنة بشربها. هي الأرجيلة يعني بنخليها كيف بس يعني. بحكي لهم كل العالم تأرجل. تفاحتين. التفاحتين. أنا تفاحتين. هي والجقاير مشكلة هاي شوي. إن شاء الله يتوب علينا بس طيبة.
رغم ما على الأرجيلة من مآخذ إلا أن كثيرا من العوائل تفضل قضاء وقت ما بعد الإفطار هنا لتدخينها. لبرنامج محطات عراقية، حيدر المحرابي، عمان.